مساء الفل على اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا. لسه جايين وقت الفرغ اهي. هنأكله الحمامتين. طبعا الحمام ده من امبارح بالليل انا ما جيتلهوش، المفروض كنت اجيله الصبح وقعت عليا نومه، فالحمام ده اكيد مقتول جوع، فهنأكلوهم مع بعض. يحصل معركة اكيد. المراقبة حمرا دي رمت حصوايا يا جدعان، لسه التانية رميتها امبارح، لسه ما رميتش التانية يا جدعان. وده اتبهدلت خالص والله. طبعا البنيد الكتافات سود، الناس اللي متابعانا اكيد عارفه ان هو ضاع يوم ما كنا بننقله الحمام، مع انه هو فرد ثابت عندنا في البلكونه اللي كنا مربين فيها، بس هو اتفجع فطفش ما رجعش تاني. والناس اللي بتسأل على الشقلباظية الحمراء مروحتش، لا، الشقلباظية الحمراء طلعت من الشباك دوت يا جدعان، طلعت مننا بالغلط ومعرفتش تروح عشان المسافة بعيدة، مروحتش البلكونة. نعمله فيديو بس بالليل يا جدعان في البلكونة عندي، الناس اللي عايزة تتفرج علينا في البث بنعمله بس بالليل، مش مع الحمام بقى، انا مع المتابعين بتوعي كده بفتح بس كده بالليل عندي في البلكونة ونحكوا مع بعض شوية. اللي عايز يشرفنا اهلا وسهلا، نفتحه حوالي مثلا الساعة 12 بالليل، 11 واحدة، وقت من 11 لواحدة يعني بيبقى فيه بس، اي وقت من دول. وبإذن الله الجمعة الجاية هنعمله فيديو برضه في سوق الحمام زي ما انتوا عارفين، الناس اللي متابعانا اكيد فاهمة الكلام ده. كل جمعة بإذن الله إن أراد الله يعني بنعمله يوم الجمعة فيديو في سوق الحمام، ولما بنيجوا برضه العصر كده ولا حاجة بنعمله فيديو عندنا في الفرع كده. وبإذن الله كده برضه اليومين الجايين ممكن نعمله فيديو في المحل خصوصا للبيع، عشان دخلة العيد وكده هتبقى الحمام رخيص شوية، هنعمله لكم برضه فيديو كام قص كده على فرادانيات، الحاجات اللي لو قلنا حاجات كويسة للبيع هنعرضها لكم بإذن الله. تيرا مراقبة حمرا دي بقى هي اللي عليها الحصوات التانية يا جدعان، والمساويد دول طبعا ما اكيد انتوا عارفين طلعوا دكارين، اتكلمنا كذا فيديو عليهم، احنا لسه جايبينهم الجمعة اللي فاتت بس طلعوا دكارين، كنا واخدينهم على انهم اصلا، بس هما تقريبا كده دكارين ومخاويين بعض، عشان انا جيت في كذا مرة كده لقيتهم قاعدين هما الاتنين في نفس الباب بتاع العين، نفس العين، قاعدين في المانيور العين اللي فوق يا جدعان، لقيتهم قاعدين هما الاتنين مع بعض. وطبعا البنيد اللي ضاع كان رامي حصويتين يا جدعان، بنيد الكتافات سود اللي ضاع كان رامي حصويتين وحطيناه تحت البت الزرقاء دي، حضرناه تحت الزرقاء دي والصيني دوت، كان البنيد ده اخر النتاج. الشقلباظية الحمرا برضو اللي ضاعت، هما كده القص ضاعوا، ربنا يعوضنا خير بقى باذن الله. الزغلول برضو الازرق ده بدأ يشد حيله اهو، اهو بصوا هو جاي لي اصلا، عايزني انا اللي اكله، بصوا بصوا يحب ياكل من ايدي امه. لما بتكون حنين على الحمام يا جدعان الطير يحبك كده ويحب ياكل من ايدك، حتى لو الاكل في الارض، يعني الطيره الزرقاء دي اسمها سندس، لو الاكل في الارض واكل في ايدي تيجي تاكل من ايدي، ما تاكلش من الطاجن، تحب تاكل من ايدي حتى لو شبعانه، طول ما في اكل في ايدي تحب تيجي تاكل من ايدي. بصوا مشكله بقى الحمام الابلق دوت، الابلق السكروته بالذات العظم بتاعه بيبقى حامي،
بص، تنقر الغلة مش تعور لي ايدي معاها. الناس بقى اللي عايز اسألكوا سؤال بقى، الناس بتقول ان الذرة الغلة بتجيب اسهال للحمام، بس انا بحس ان الذرة العويجة هي اللي بتجيب اسهال. فياريت الناس تكتب لنا انهي فيهم بقى في التعليقات كده، تكتبوا لنا ايه اللي كتره بيجيب اسهال، الغلة ولا الذرة العويجة. انا بص باكل الحمام دلوقتي غلة، بقالي كام يوم باكلهم ذرة عويجة ذرة عوجة وذرة صفرا. بحس ان الذرة العوجة بتجيب لهم اسهال، ومش بيقبلوا عليها زي ما بيقبلوا على الغلة كده. يعني الغلة هجيبها يقبلوا عليها والذرة الصفرا، بس الذرة العوجة مش بيقبلوا عليها. فأكيد الناس اللي مجربة الغلة والذرة العوجة كده عارفة أنهي الأحسن، تقول لنا بالله عليكم، عشان أنا الموضوع ده هيمشي لي دماغي فعلا، لحد دلوقتي أنا محتار ما بينهم. بصوا أنا هسيب لكم الأكل في الأرض عشان أنا إيدي وجعتني، انتوا بتنقروا جامد يا جدعان. بصوا ده، بصوا ده طالع لي فين. بصوا، سيبوا لهم في الأرض عشان أنا بإيدي بصراحة خلاص جابت آخرها. الزغلول الأزرق ده حطينا له دبلة في رجله يا جدعان، بصوا أهو، حطينا له دبلة بعلم مصر يعني. ميزناه، بس الله أكبر، خلي بالكوا هتطلع شكلها طيرة. زغلول والله بسم الله ما شاء الله بصراحة. أهو. لو حد محتاج حاجة من المساويد ديت مفيش مشكلة، أنا ممكن أطلع من واحد فيهم. لو حد محتاج أي واحد أنا ما عنديش مشكلة، هما الاتنين كويسين. أي حد عايز واحد منهم أنا مفيش مشكلة. طبعا الناس اللي متابعانا أكيد عارفة إن إحنا من اسكندرية، ولو عندنا حمامتين للبيع عادي، لو في حد من برا اسكندرية بنشحنهم له عادي. أحلى مساء عليكم، مع السلامة كده.